تعالى ربي نلتين جا حكاية عن إبراهيم عليه السلام إبراهيم الراو ديسين سا على ديسون جتو وان النجرة قد كان لكم رقاي سنفتج ربين أسوة حسنة إلنا بريدو سنفتج في إبراهيم إبراهيم في والذين معه ورمين ساوجين جرو خيستجا إذ قالوا لقومهم أقول ورمساني تنجان إنا براء منكم نتسر الراقل كلاو ومما تعبدون من دون الله وانسر ربي قد قبرتني رأي كل كلاو كفرنا بكم إسنك كفر وبدا بيننا وبينكم العداوة وإسن جدو تلاتما ملت والبغضاء جبنتي أبدا زلالمتي حتى تؤمنوا بالله وحده هنگ ربي تكچت أمنتني جنين جچو وقال تعالى ربي نلتين جا بموالاة الأنصار لإخوانهم أنصاران المجاهدين أبليين ثاني خمواجرا جالچو خيست والذين تبوأوا الدار الإيمان ورمين مدينة قبطن وآمنوا الإيمان إيمان اللي خامنا من قبلهم وصو مواجر مكة دقني يحبون نجالة تنجي من هاجر إليهم نما خرساني قداني ولا يجدون في صدورهم حاجة ومساني خيست هستي تكالي نركنجي مما أوتوا ومواجر خنمرة ويؤثرون على أنفسهم لبو ساني لبو بليسات دور سنجي ولو كان بهم خصاصة وصوبيل تجبدو لين التجراتي ومن يوق شح نفسه نمشي دوينما لبو ساراتي فمي فأولئك هم المفلحون نمني سنة مملكا يجي حكم الموالاة العصاة والمبتدعين حكمي نما دلي دلقو جالتو والربي دالي حكمي ثاني أكم حكمي جرد بني خناتمو حكمي خباتي وانجو إذا اجتمع في الرجل الواحد نما تكو خيسة تقو ولدفه خير وشر خيري بشر وفجور بدي دلقو في وطاعة ومعصية قان ما سيافي وسنة وبدعة سنة بدان استحق من الموالاة دوبا جالتي ساقا قرطايا والصواب بقدر ما فيه من الخير ثوابا لي قدري وان كيسي جرسوني تللا ويستحق من المعاداة إلا ثم ساقا قرطا والعقاب إسا كتاتو لي بحسب ما فيه من الشر لا كموان إسا خيسي جرسوني تشري راججو فقد اجتمعوا في الشخص الواحد نما تكو خيسي لغا ولني كبما موجبات الإكرام واني إسا خبجو سبچي ساتي في والإهانات واني إسا تكيسو سبچي سللا ويجتمع له والاتساب كبما من هذا وهذا موجبات الإكرام في والإهانة كن إسا خيسو ولي كبما كالنسل الفقير akka hattuu faqiiraati lalma hattuu tokko inni miskiina taqxa'u يده لسرقته tuqxa'u yadahu godhi harki isaa kan murame lisalaqatii hanna isaatiif ويعطى amma harki irraa murame waan dalagatuun hin qabu namichi kun maasee qabaa beeka ni salaata immoo hattuu salaattu jedhanii jira beeka kophee faa nama jalaata guurtu فيوطا ويوطا نمشي خنا نخنما من بيت المال بانكي مسلمة را ما يكفيه لحاجته وانا جاساتي ساقي على ويتصدق عليه irratti illee ilma sadaqatan namichi kunattu harkaa irraa murame jedhanii dhiisan lala هذا هو الأصل kunoo kana hundeen الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة ahlu sunnati wal jamaan irra walii galan lala kunoo هل يدخل في موالاة المعاملة للكافر sa ni seenaa في الموالات جالچو ربي نرانو دور كتنا خيسا معاملة الكفار كافر وجين دلغچو نسينا في أمور الدنيا أمري دنيا خيسة ما بقيلا نمشي كنت تجار فادا إسبيل وجدتا قولي ليس بلا دليدا من جما فادا نمشي كنت تجار خاطي وجد دليدا بكتنا خيسة نسيناهي ولا في براخنا خيسة التي النصوص سيئة حديث نسيني نوكا جيرتي على جواز التعامل مع كافر الكفار وجين دلغچوني بكارتي في معاملات الدنوية دلغا الدنيا خيستي كالمسائل البيع akka kono masala beyi والشرائع gurgu bituudha إيجار khireessuu fi khireeffachuufa والاستئجار isarraa khiraa barbaaduufa والاستعانة بهم isaaniin gargaarsifachuufa عند الحاجة ogguu ajamtemme kuulii tana ta kaafiraa oolfattafaadhamma
nama nagarre midhaan badu jiran magaalaa fiddeeti soomana faadha ooluu tana si oolan والضرورة وقرا كون دفتفا على يكون ذلك على يكون ذلك كنت ورت يجو في نطاقة الديك يرو ركو خيستي ولا يضر بالإسلام ولا يضر بالإسلام دوب إسلامنا أن تقويا والمسلمين ولا يضر بالإسلام إسلامنا ترى لبورة الناس إسلامنا في مسلم اللي فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم لقى نبي كريفته عبد الله بن أرقة عبد الله بن وريد اتخجن هاديا على خرائس كجيل جاتين خرياتا خريتا نما خرار ما كجيل جو كام بيختين والخريد خريج جون هو الخبير نما بيخو جيجو معرفة الطريق خرار ما كجيل جو ورهن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي جتيسه ورعاه عند يهودي قنبرتاسا يهودا بركب سيسه بصاع من شعير سجود غربوتا قبلا لهنا وأجر علي رضي الله عنه لبو ساخري سجن يهودية يهوديتي تكاف يمتغ لها الماء مشان سيخان ورابو من بئر إلى الرا فمتح لها 16 دلوا وأجر علي خريسه لبو سا يهوديتي تكاف يمتغ لها إسين خورابو مشان إلى الرا فمتح لها إسين ورابي كل 16 دلوا ويلكا خدجا كل دلو كل ويلكا دات ميرا تقتل على خنون يجري جوجين دلغون وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم لغا نبي ربي لغر غارسبته يهودان الذين كانوا في مدينة خيس خنجرا في قتال المشركين مشركان لولو خيستي واستعان بغزاعة خزادان غرغار سفتشو بربادي ضد كفار قريش الله كفار قريشي وهذا كله خنم ميسني دبن خن شفتي لا يؤثر على الولاء والبراء في الله لا يؤثر على الولاء والبراء في الله ربي يجول جالة شوفي ربي يجول مروس نرواتك كم في دويا على يهتزم الكفار أما خفاري كبتشو رتيا الذين يقيمون بين المسلمين الإسلام جدو جران خانة مغرغار صفتخوني إلى آداب العامة أدب وليقلا ولا يدعو إلى دينهم أما سجما أمنتي ساني نما يامور أبو رتي يو أمنتي ساني نما يامن يو أدب الإسلام خانا كباتشو باتن إن غرغار صفتو إسان وجيني لندلغت تجي جونين وخان نجيجو أجرب الله بسم الله الرحمن الرحيم وبالموصولة أما اللي اسم الموصول اللي اتشار نقدما موصولة أقول جنبيها وانسلا عائدة تاجما موصولة جنين الذين موصولات إشار نتنقدما لكراهة ذكره إسا دبتي إنسي جبنا لكراهة ذكره جبنا إسا دبتشوتيف باسمه مكان مسنيتين سترا عليه إسا دويسو لافلالا أو غير ذلك ككوان بروتي في الله كقوله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما والذي قال لوالديه دوبا إذن أبا ساتي بعد ساتي جوجا أف لكما إشيش كجون رب الله أما أبلون جن رب ماليف مكاسا دبتشو جبيتي إسا ستروا لا ربين والذي قال لوالديه أف لهما لا إني هذا أبان شيش جو جربين وقوله أما جربي غينياتي وراودته التي هو في بيتها إسا برباد دجا إني منسي جنو لا عن نفسه لبو سارة وجرفو يوسف باني زلي خبر وني والتي جيب ربي مالي إسي ستروا دافي مكاسي دبجو جبيتي يجربين أما خمال جامع معرفة جامع جيتو أو لإرادة العموم تكاو أموما فلول ربين اسم الموصول دبة لالا كقوله أموما جيتون نما كان هند غرتولي كبچو أكنا من شفت خيسا سينو لالا والذين جاهدوا
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ورمين دين كان يخيس الججبات أرادين كان يعني كجيتنا لا ربين أما خنا مالي في لإرادة الأمور ربين أبلو فبلو جنة أتيس كيس أنتم متى أنيس كيس سنموتو أو الاقتصار تكاو قباب سينساف ربين اسم الموصول دبته كقوله يا أيها الذين آمنوا يا رمنا التأمني لا تكونوا انتينا كالذين آذوا موسى أكورم موسى جنكي فبرأه الله ربي موسى قل ليس مما قالوا وانسان سانجار لا وانسان سانجان لا مال جنين كدان قدت جنين بنو إسرائيلي خنا مال قول ربين قالتو كونين دي قد جيلا قد كي وچو سادا خار رخاي دخان النروي وچو خاي خيچين أكست دخا جيلا چي يا دخا وچو تينا خني يا دخا وچو تينا خني جنجي هنگا بنو إسرائيل كاما موسى لالنت خنو إدانو فيقبا أبوان تجنن سوان كبو وجنجي أما ربين اختصارا فيه كالذين آذوا موسى جيجي إذ كالذين خنا لا خنو إذ لو عدد أسماء القائلين وصو مكا جرا كسان جيس لكاي لطال الكلام بين لرت مالي ربنا اختصارا فيه كالذين آذوا موسى أجيجي وبالألف واللام ألف لام نسن إشارة للإشارة إشارة إلى معهود ذكري جماوان بكمي تن معهود ذكري يعني جيجو معهود ذكري جيجون وانت كتا اسين كيس سنتو ألف لام كن تدبتم تدبرت جيجو معهود ذكري يجوجن هي التي أهد مصحوبها هي التي تقدم ذكر مصحوبها حقيقة هي التي تقدم ذكر مصحوبها حقيقة إسي ونسين كيس سنتو حقيقة دبتمي دبره سنيني أحد الذكري جنين أحد الذكري لاب ربين ألف لام إشارايا كقوله سنكيك ربيتي الله نور السماوات والأرض ربين إما إفسا سمي دجي تجي مثل نوره فكين إفاسا كمشكاة فيها فكين إفاسا قلبي مؤمنا خيسا قد لا نور إيمانا باني أكبر الله أكدبالا فيها إسي خيست مصباح إفان جرو تجي المصباح لا لا لي بودات نحن لا لما عليم بودات لما ما ودن ذكري أين يدرى دبّت ميدبري فيها مصباح درى دبري لكنه إفان جنة سنو جتشو تلالا إفان جنة سنو في زجاجة بالله خيسا كنتيرا الزجاجة هنا ما في دلالا بالله سن تونس أكسمها أكسمة تونس كأنها كوكب أكوان أرجي دري أكانفو تيف تجرب الله أو معهود ذهني تكاو معود الزيني لا في الإشارة معود الزيني جتشو مالي هي التي أهد مصحوبها في الزين علي في لامي والنسين كيسا سينتقو من ما خيسا بيك كمجيشو كقوله سنة كيش ربي خينيا لقد رضي الله عن المؤمنين خنو خنالال لغا ربي مؤمن تواني الرجالة إذ يبايعونك أقول عدي سيقول أنجي تحت الشجرة مخجلة لما مؤمن نخني هل انتم ما أودن ذهن ما كما ما خيسا بيت خجالة ربي الله لرا لقد رضي الله سن كيست ربي رجالة أي رجالة لا سخيس جرا آية أو معهود حضوري تكاو ما أودن دوري لا في ربي الاتشارة كقوله ما أودن دوري جتشو مالي هي التي أهد مصحوبها في الهدري إسي والنسين كيس سينتو سبير جراتي بيكمت وذلك كقولي تعالى اليوم أكملت لكم دينكم قويا أران تناخنا على ربي قويا عرفاتك جريبر اليوم الهادر قويا أراخ جروخنا لا لا خنو أكملت لكم أمانتي تيسني سنيقوت جربين أسين دور أمانتي نرودا خنو أراني سنيقوت ألين تمال جامتي لا لما ألين مال جامتي ما نجان حضورية حضورية دا جامتي أو لاستغراق الأفراد تكاو أفرادا لفر رافتو لاف
لامي في علي نتشار ربين كقوله كنو إن الإنسان لفي خسر المنا ما هونغو هي سجل ربي أما شفتنا ما جت تلا كنما تكو نما لفا فتو في إفرادا بما استخراج إفرادا يعني تكراتنا المنا ما شفتنو جنة قوة سر ملا المنا ما شفتنو هونغو هي سجل ما تكايشنو خنّي علي تنا نو خنّي لا كنو بدليل الاستثناء دليل استثناء يسيبو درفوني مال جربين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجيتي أشرا استثناء قولي خناني بين جيتو ألينتون لاستخراج الأفراد أو لاستغراق خصائص الأفراد أشبر أبو الله أمد كيسينا تكشو أنك خرجوا خنا تكشو الفيلا كبا إرنا كتري ولي قبضن نايت تاجم أبو قربان تكو نبي جيرت فيجن قربان كن نجي هلكت يا رسول الله نيم بدي يا أرجما ربي نيم بدي جي قال نبي ربي جنين وما أهلكك ما تسبن ليس جنين جتو قال قربان نجي وقعت على امرأتي في رمضان جارتي توتي وجينين قيا رمضان رفجي الكنيمي بها قيا رمضان قيا معارا خنا وجي رفجي فقال نبي جنين هل تجد ما تعتق رقبة وان قبرتكم بلي سوم ستوني أركتا جنين قال لا هن أركدو جي قال نبي ربي جنين فهل تستطيع دوبة ديسا أن تصوم شهرين باتي لما متتابعين تولد أبت صومنو قال لا هندن دوجي قال نبي ربي جنين فهل تجدون فالتجدني أركتا ما تطعم 60 مسكينا ومسكين جاتم نياتشفتو فقال لا إن كبوجي ثم جلس إيغنا أنا ميتشني تاي فأتي النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي في دمه بعرق زنبيلة تكو فيه تمر إذا خيست من ريخان جيرو فقال فقال دوبا نجي تصدق بهذا نبي خنو خنا صدقات دو جنين فقال نميتشني جيماس على أفقر منا نما نور مسكينات كان نداجي فما بين لا بتيا دوبة اللولة من مدينة نجد وانتا نجي أهل بيت بيت سبين أهوج إليه تمير خنا منا نور حاجة من جروجي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم نبي قبلا حتى بدت أنيابه أنك كريم فونسا ملتتي ثم قال إيغنا دوبني جنين اذهب ديمي فأطعم أهلك ورما خينيا تشيسي جنين رواه السبعة واللفظ لمسلم دبي ساكو فالتشيسي آيا وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أما دبني نمراني بوسا جيشوركو مالي دبيوتي واتكا كابو غانا مچنيا چوسوني ترادو ما وغودن ديموني خفل وريجو لن مجرا بها isiyo kali gote khawjin jalatani ojirra fante na khafalti jana komen na khafalut yo tajir kam tutemmo in khafaltu jan وفي عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استقروا عليه حديث جو كيسا باسه آية وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جري لچوتو كجان نبيين كان نتيجان يصبح جنوبا جنابتا أو خاكبتا خبري سبتو تيجان من جماع ورا وجر فيه ثم يغتسل آية ويصوم ثم يصوم ويغتسل قدي صوم منيتي تشيبو دادي كتا أجن متفق أما عليه جماعين فجر اندرا يو تاتي صوم نمبر ليس تودا يو فجر بودة تاتي ملي متفق عليه آية زاد مسلم في حديث أم سلمة آية ولا يقضي صوم نسون كدال لين باسو جنجتشو وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول جان من مات نمي چدوه وعليه صيام على صوم من الرجلون سام عنه وليه نما ساتر را صوم منا أجن أما صوم من رسول يقول نزري والرجو جرا صوم منا كدان خيسن سينو صوم منا سلاتاتي والرجو أكد جيشو رجان الرجالان من مات وعليه صيام كن أموما لفظين أموما نوغنتي أموما صوم مني وآمين تقيوني في ونسا خصصا جراج باتي صومنا نظري جي خيسا باسو جراج باتي
ammi sun dalagu wajiba jan tanafu amma hadisni wal makabata kifau jannan wal wajibu bin nazri لا تقوم هذا الحديث ولا تسلو أما نسيت جرا أكما انت لون قسمية غابتو نبي دفته أبان كيا أجينغو نراغو جنانه غو جنين أكسوم ملي ديبتت انت لون جوانيا جن جوينيان إن أمي نزلت أيون سلطة غوته أجينغو دجتتي aji soningone duraddu tajannane ragodi janin khana kabataniti sommanne ko sommana nazriti jan ha isani le nakajani male sommanne khanis kay suma sena kadanis kay suma sena jannan amma kadam fakiraf sommana kaysa fayyara be son tayni sommana intalte kadalte ma fakiraf sommana ni sommana jette kadagote fayyite ega sommante boda sommanni be boda fayyite osonin ba sajattu duti akasi fada turajira amma galab jin umuma amumma khana kabanneti sommanni undabana jannan متفق عليه. باب صوم التطوع صومنا سنان تدبة وما نهي عن صومه. بيان شريان صومنا ناجت الناس. وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول سئل عن صوم دوبا صومنا راني قافتمي يوم عرفة ويا عرفة صومنو فقال نبي النجان يكفر السنة الماضية دوبا دليامة دبريتي في والباقية قامت قنال لنا مرة سترى أجن. وسئل عن صوم أما سرقا فتم صومنا يوم عاشوراء ويا خرنفا باتي محرم صومنو فقال نبي ربي نجان يكفر سنة الماضية دليامة دبرين مرة سترى جن. وسئل عن صوم يوم الاثنين ويا إسننا صومنو نو سوابكم كبجري قافة فقال نبي ربي نجان ذلك يوم ولدت فيه ويا نسنا هم ويا كيسر رده وبعثت فيه ويا كيسر جمه وأنزل علي فيه ويا قرآن كيسر ربي صومنو فتيلة كبا أجن. رواه مسلم يوديسه. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان نمشي رمضان صومني ثم اتبعه ايغنا جلاوفه 6 من شوال يا شوال را كان صومني ساسوني تاجن كصيام الدهر أكنا ماما تقوتو صومني لا رواه مسلم. أما ormi garin somani shawwal kuni somana waliyan sun tawujan amma ga somana shawwal somana fardi yala ofunu man ka borrijo jumhur ulama redduda salafa khalafa imam malik fana mo walidda bani soman njiru yoni fi addan bafte gu yato kola mafurte cibodo soman temeleja malif akanam ni gabareda soman man shawwal kunu رمضان التجرتي لها شوت واجبتها جلوه واجبا جتشو إيانف قياتك في لما جدو قلت سومنو قبداجة إمام مالفان قني تعليلا لا فاد جنان جن تعليل واهن جدا تنف ويا إذا فرانا جبو دقا أدام فاصلان دفته ومان قبو جلو لمان كان مسلم الراتي سويتشو هيا دافي. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي كجان ما من عبد ما من عبد قبرتي كل وانت نجان يصوم يوما وياتك خصوم منو في سبيل الله ربي خيستي الا بعد الله ربي يوفق اسمله بذلك اليوم سبب يا سنيتين عن وجه النار ولا صار رايبدا 70 خريفا اما التربه مجلله متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم رسول الله صوم من تسنى حتى نقول لا لا يفطر
ويفطرون أما أسجزي قريني فرجت حتى نقول أنك نتجنتي لا يصومون يرون صمنو وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وانا قرجت استكمل صيام شهر قط صومنا بايت قال لي خقوتته إلا رمضان رمضان ملي وما رأيته أما رسول وانا قرجت في شهر أكثر منه باتي تك خيزة اللي أكثر خنا الدميز منو كا الدميسي سسا صياما في يا شعبان صومنات باتي شعبان كيسا أجت اتفق عليه واللفظ لمسلم أما الرجال باتي مؤربيا دوبا رسولك الجمالي في شعبان كنا صومنا الدميس جنان مؤربي رجال آخر حياة صابي سفمي الرسول متفق حديثني واللفظ لمسلم لفظ انت مسلمي أجرب الله يا ربي سير جالتو قالت دوبا نجتيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجما ربي نجيته في مريده دوبا فيدا بسا الذي فيدا ابن سنو لم يقم منه خنر ران كاين اچمان كان دو خيسن نجيته لعن الله اليهود والنصارى يهودا نصارى ربي أبارو جيجته اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا قبري أنبيو تساني تي مسجد قولتني قالت عائشة أنتو بكا جته ولولا ذلك وصو جتش رسولا لعن الله الدفدا وصو جتش رسولا خنجرا چباته أبرز قبره قبري رسولا در ربا فمتك قبرمتي جت غير أنه خشيا غير أنه دوبك ناجو ملي شانين وشيا زمن بودان صدات مجته أن يتخذ مسجدا قبر رسول ثم مسجد قدتشو صدات ما أجد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دوب رسول ربي نجان من شهد الجنازة نمشي جنازة دك حتى يصلي عليها أنقر الصلاة نتي خجتاي فله قيراط سواب الراكيرات تكو إساف جراجا ومن شهدها نمشي ملي جنازة دك حتى تدفن أنقى سين أولم تكجتاي فله قيراطان كيرات لما إساف جراجا قيل دوبا نجامي وما القيراطان إيران لمن كمالي جنين قال نبي ربي نجي مثل جبلين العظيمين akka gaara lama gurguddaati ije ولمسلم muslimiif ni jira أصغرهما irratti kaan gaara suni مثل أهد akka gaara uhudi jallala gaarri kuni bitaa madiinaadhaa jira qalolli uhudi isa bira arkame suni uhudi wanni jaameef gaara kaan irraa kophaa bee gaarri kaan isatti hin qixxaawu tanaaf uhud janiin uhud kan nabiyyi rabbii dubbate haazaa jabalu yuhibbunaa wa nuhibbuu jallala kuni gaara nuti jaalannu kan illeen jaalatu nuti illeen jaalannu ujan gaafa Abaabakrii fi Umarii Usmaan irra qoran suni gaarri sun hoollate kirkir jee ogguusa nabii miila isaatiin akkasit dhawanii iskun uhud falaysa alayka illaa nabiyyu wa siddiiqu wa shahiidaani taa'i janiin sirran jiru nabiyyii fi nama nabiyyii dhugoomsee fi shahiidee lameen sirra jira in hollatinii taa'ayyaniin jechuudha. Gaafasa nabiyyiin kun gaara nu jaalatu kan nutilleen jaalannu jan duuba irra xiqqaan sawaaba sunii gaara uhudii jan akka gaara uhudii allala. Uhud jechuun gaara keessaa kophaa bee jechuudha. Kitaabu zakaati. Maal jette? Kitaabu zakaati. Ayyee hadiisa tokko bira kutteessa. Akkasii yaa kitaaba kana zakaadhatti nu dubbatan. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي جان لمعاذ بن جبل
مال جتن معاذ المجبلين حين بعثه إلى اليمن غافا يمن التنما كراسي سجيرج داوى الرسولات إرقات للا أما إنك نما بالشاتي خقراتي بالشيفتي ديم غندك كسي لقي كرايس المجنين إنك دوباتي ستأتي قوما أهل الكتاب ورما خطاب خنم تقود دايتا فإذا جئتم أقود إسان دايته فادعوهم إسا أيامي جنين إلى يشهد الله أن إلى لا يهد إله إلا الله قام ربي توكيشوم سودا وأن محمد رسول الله قام ملي محمد إرقى ربي تجيشو رقابو فإنهم يو إسان أطاعوا لك سيجان بذلك توكيشوم ربي خنا سيكي بلن فأخبرهم إساني همي جنين أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات ربي صلاة شن إسان الرواجب قده في كل يوم وليلة الكني قيا خيستي فإنهم أطاعوا لك يوني في إسان كنا سيكي بلن بذلك صلاة شنن كنا فأخبرهم إساني وديسي أن الله قد فرض عليهم الصدقة ربي زكاة الرواجب قده تؤخذ من أغنيائهم قباتا ساني راتفودمتو وترد على فقرائهم نبا ساني تتخنمتو فإنهم أطاعوا لك بذلك يو إسان كنا سيكي بلن فإياك باعد نفسك لبوت فقيسي وكرائم الأموال أن تأخذ كرائم أموالهم هوري ساني كوكو كافودو را لبوت فقيسي إجلين واتق دعوة المظلوم دعائي نما ميردمي إقدو فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فإنه شانين ليس انتاني بينه جدو ربي تيبي وبين جدو دعائي نما ميردمي سنتي حجاب واني كيبلتي دور كجيشو النبي سيد أما الخدري ما لون الرافد النفقين حديثا زكاة نبو غنده تكو غورمه مسكين ما غنده سنيتي خنا ما جيشو را أركان نجيشو دمير ما خنا را لكنو تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم جيشو ما خنا لالا همين كنما آل الكتاب سنيت دي بيها أما غورة إسان أمنتي كبان وري رافود أنكو أمنتي كبات وغورة خنا فينيس أمنتي كبات أچما فوراني أچي كنني لا أما يو أمنتين كباتين إرام فوراني بيخ أغو أما نمبو دخر رافوران أغون كنني فيز أمنتي كباتشو تاجمت يو أمنتين كباتين نيس كنني في نيس إرام فوران جيشو النبي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقم ربي جان ليس فيما دون خمس ليس فيما دون 5 أواق وانت أوكيا شني قدي غيثت تنتاني جان صدقة زكان أوكيا شنقو جنبها شرنجي لبلما ولا فيما دون 5 زود صدقة أما اللي وان قال شني قدي غيثتي زكان انتاني جنقالينيز هنگا شنقو ترافونا شنر ريتك خنن ولا فيما دون 5 أو سوق صدقة أما زوان تانا شني قدي غيثتي زكان انتاني جان عن أبي هريرة أما فري راجيشو تانا شنقو جان كنتال جافي كيلو ترباتا ميشاني أما خوني وان الرانكن نمنا سيمي بيخا بكر رأي قلت وان الرافورة مخابرة سيمديس عبد الله بن مرخبرة أشري خجوسن عن أبي أما هريرة نسوني يوان قدت تابا ملد دلغة متاتي خدان الرا أبو سفرتو تكا خنتا يوان أمو تابان الدو دلغة بشان فاتي بدي مطور أنفاو بافتي مالا قداتي بافتي تي أشري سنبك كلمة بافتي وان بكتكا خنتا جيشو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آية قال نبينا كجان ليس على المسلم إسلام الرت انتان جان بعبده قبل الشساتي في ولا فرضه فرد ساخيست صدقة صدقان انتان لا لما قبل خيوني في ميشا دلقات فردينيس ميشا دلقات وانا ندلقوا راخا نمالي إسران كان ننججو وفي يومو لفظ ميشا نقدا خطوته قبرني سما خبيتة غرغرت فردين لين كبيتة غرغرت يو خطوته الراخا نتاو قسل
وفي لفظ لفظي تكتي إلا زكاة الفطر زكاة فطري مالي زكاة فطري راح نما جيتشو لن وخن جيتشو تشرب الله في الرقيق إيه في الرقيق قبر خيسي بين الخيل رسول الله والدقوم سيسي جنجدو فردو لمدمرت التي لمدمرت تنو خيامني من الهفياء أجرا وأمدها سنية الوداء هونجتي سيسنية خارد أمن نوتيا وسابق بين الخيل آية التي لم تدمر آية من ثنية إلى مسجد هفياء إلى مجد بني زريكي أنجتشتيا وأمد وإن عبد الله كان في من سابق آية عن أنس رضي الله عنه قال آية أتي النبي صلى الله عليه وسلم نبي في دمجن بمال من البحرين أريد كبارين بيجنرا فقال ائسروه تيسرو بوساجي في المسجد مجد قيست فكان أكثر مال أتي به وريس رسول الرد الله وري رسول في دميت تيجن فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي ربي إلى الصلاة كما صلاة ولم يلتفت إليه إجان الليل لجن فلما قضى صلاته وقول صلاة فتته جاء ندفه فجلس إليه وريقنا برقتاي فما كان يرى أحد نما تقول لي وانا ركويا إلا آتاه يوخن ملي إذ جاءه العباس وكما خان عباس التلفجن رضي الله عنه رب الرجالة فقال يا رسول يا الله كما ربي يجي آتني ناخني يجي فإني فديت نفسي اللبو توتين بته وفديت أقيلا ليس خيا قيل اللين بته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقم ربي نجنين خذ ديمي فردو جنين جيجو فهث في ثوبه وچو ساخي ستمارته ثم ذهب ايغناني ديمي يقله رانكا يجي فلم يستطع اندن دين جن فقال يا رسول يا ارقم الله ربي يجي مربادهم غري صحابا ناجي يرفعه إلي انا الرخايو قال لا لكي جنين نبين قال فارفعه أنت علي وطواتنا الرخاي يجي قال لا لكي جنين فنثر منه فرا غنك الرا ثم ذهب ايغنا ديمي يقله رانكا يجي فقال يا رسول الله يا ارقم ربي يجي مربادهم يرفعه غري علي صحابا انا الرخاو ناجي يجي قال لا لكي فارفعه جنين أنت وطواتنا الرخاي يجي قال لا لكي جنين نبين فنثر منه أما سفر راغنك ثم احتمل إيغنا شيخور رخايته فألقاه ثم احتمل إيغنا والفوريتان فالقاه ندربي على كاهله شيخو سارتي ثم انطلق إيغنا نديمي فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقما ربي وان ديم نجل يتبعه بصره إجسا جلد غفورا حتى خفي علينا رادو خطوتي عجبا من حرصه ولولا سار أجايبو في فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولي وان كان جن وثم منها درهم حالا بك سنة تشلنجين تكوري سنة راجر تنججو عن محمود بن الربيع الأنصاري عن إتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إني صحاب رسول الله ممن شهد بدرا من الأنصار أنصار الربدر اللي دكيجن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقم ربي الدفن فقال يا رسول يا الله إرقم ربي يجي قد أنكرت بصري قد أنكرتني بصري دقا جيتونا دايف تيجي وأنا أصلي لقوم حالانا نرمى خوتي بمامتين فإذا كانت الأمطار وقودا رومني روبدي سال الوادي لينني يا آجي الذي بيني أنا وبينهم إسان جدو جرخن لم أستطع هندن دوجي أن آتي مسجدهم مسجد ثاني لكو فأصلي لهم إساني صلاة ووددت دوبنين غابيجي يا رسول الله يا أرقم ربي أنك تأتيني أتندفو فتصلي في بيتي منخي يخيسنا صلاة فأتخذه مصلى بكاتي تنا صلاة سنبوتا صلاة خنين قد ججو قال نبي ربي نجنين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأي قد رسول نجنين يا سأفعل إن شاء الله يا ربي فدي جنين قال إتبان اتبانا كجي فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولنا رجنا ميجي وأبو بكر أبو بكر لين إن ارتفع النهار أبو غيان الفودمي فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول أيام برباديجي فأذنت له أيام نينغودي فيها فلم يجلس قد انتهينا إن دخل البيت أقول من سينه
ثم قال إيغانا نجيا أين تحب مي سفيتنا أنجي أن أصلي من بيتك؟ من خيت الراسي صلاة قال قال إتبان نجي فأشرت له رسول أبني نخي خيجي إلى ناحية من لما البيت مقام الراتات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نلابتنيجي فكبر الله أكبر جي فقمنا فصففنا تلين دابني سفيقو نيجي فصلى ركعتين رقال مسلاتيجي ثم سلم إيغانا سلامتيجي قال قال إتبان نجي وحبسناه رسولني قبنيجي على جزيرة سورة صنعناها كتيسا چگوني رت قال قال دوبا إتبان كجي فثاب في البيت ورما من خيز ولك بميجي رجال من أهل الدار ورمي ورغندار راتي ذو عدد نميدو خنتان اجتمعوا ولك بمنيجي فقال قائل منهم وقوها نمي تقوي سانرا أين مالك بن كيس الدخش جراجي أو الدخشن؟ تقو مرا شكرايلا فقال بعضهم غرين نجيجي ذلك منافق برسو منافقا جيجي لا يحب الله ربي ورسوله. رسولا جالته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقم ربي رجان لا تقل أبو ذلك كننجيني جنين ألا تراه قد قال لا لا إله إله إلا إلا الله الله جي سنگرتو جن يريد بذلك وجه الله. قال لا إله إلا الله سنين فور ربي فدون جيجو قال الله ورسوله الله أعلم. رسول الله سبي خاجي قال قال نبي نجنين فإنه نرى وجه قال نمي تشجع فإنا نرى نتني قراجي وجهه nama inni wajjinaa sawa nama inni jaalatu ونصيحته nama inni gaarii yaaduufis إلى المنافقين. maal munaafiqiina munaafiqaa hojii ta'uu garraaji فقال رسول الله sallallahu alaihi wasallam rasuulini janiin فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه akkana الله. janiin jechuu عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا isaan lachuuni dubbatan jan كنيسة رأتها بالهبشة mataskaana tokko ka Itoophiyaa harkan فيهما تصاوير mataskaana sun keessa footoon kan jirtu فذكرتا ذلك للنبي sallallahu alaihi wasallam mataskaana sun nabiyyi ibni manii jan فقال nabiin rabbiini jan إن أولئك barormi sun إذا كان فيهم رجل namni صالح gaariin hogguu isaan keessatti فمات duuba du'e بنوا على قبره qabrii مسجدا isaarra masjida jaarratanii jan وصوروا فيه تلك الصور footoo isin gartan sun keessa kaasanii jan وأولئك شرار الخلق qalmi sun عند الله irraa يوم halkii rabbi القيامة. biratti janiin jechuu عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي نلفن المدينة بيو مدينة فنزل أعلى المدينة قرر مدينة قوة جن في هي يقال لهم بنو أمر بن أوف قبيلة جنين كيسا فأقام النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي نتاي فيهم إسان كيسا 14 ليلة ويا خدا فر ثم أرسل إلى بني إيقنا النجار ورا بني نجار ارجي فجاءوا متقلدين سيوفا سيفي خاتني دفن جن فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكواني نمبر لي خير نبي جلال ورقوتين فكاد داج على راحلته قال ساقبت وأبو بكر رضي الله عنه أبو بكر ردفه سدوبان جرايا وملأ بني النجار جمان بني نجار حوله سمدي آية حتى ألقى رحله hanga meeshaa isaa buusutti بفناء أبي أيوب abaadaa mana abi ayyuubitti وكان يحب أن يصلي rasuulli salaatu fedhu ta'e jan حيث أدركته bakkuma الصلاة salaanni isa geessetti ويصلي ni salaata في مرابد الغنم mooraa reefaa keessatti وأنه nabiyyiin أمر ببناء مسجد masjida ijaarutti ajajeya فأرسل إلى بني النجار isaanii ni ergeya فقال يا بني yaa النجار banii najjaar je Saaminuni. تامدوني naa gurguraadhaa jechi بهائتكم ooyiruu teessan tana قالوا qaaluu ni jan لا والله rabbiin kakanneeti لا نطلب ثمنه alla kasaan barbaannuu jan إلا إلى الله illaa تعالى. minallaahi taalaa rabbiirraa malee قال أنس anas akka jee فكان فيه duuba bakka sun keessan ni ta'e je ما أقول لكم waan inni isiniin jawuttee قبور المشركين qabrii mushrikaa jiraaya وفيه خرب onafaa keessa jiraaya وفيه نخل timiraa keessa jiraaya فأمر النبي sallallahu alaihi wasallam nabiin rabbii ni ajajan بقبور qabrii المشركين mushrikaatti فلبست ni banamte jan ثم بالخرب bananii bakka biraa lafee guuran eegasii onan ni ajajeeya فسويت ni gaatamteya وبالنخل timiran ni ajajeeya فقطع ni ciramee فصف النخلة duuba timira sun akkasitti illee godhaniya قبل المسجد fasafuun naqlaan ni tarreessan jechuun timira sun ka fuuldura masjidaatti
وجعلوا إدادتيه والريسا لمن قرنيا الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون النبي صلى الله عليه وسلم معهم إسانيو جنجر النبي جلن وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة كنجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي وما قبض بكساني بكبرا جيسونا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي على بعيره قال سارك صلاة تجن وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله عبد الله بن عمر نبي كان دلقون أركيجا أنا أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أريدت لي النار وأنا أصلي دوبي بدين الرفي دم جنة صلاة جلولا ما جيتم بكر في دم بخارين ibidda yoo garagaltee sumaan qabu warra ibidda garagaluun dhoorka jedhu jira ibidda garagaltee yoo salaattee salaanni kee baduu jechuu fide jechuudha. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجرب الله جنوبا عليه وسلم ارجم ربي جان المؤمن القوي مؤمنا عبادة خيس الجباتو خير تعالى جان وأحب إلى الله جم ربي تلي جالة مجان من المؤمن الضعيف مؤمن عبادة خيس الضعيف رجتو وفي كل خير وما خيس التوغاري تجان احرص على ما ينفعك يا المنا واسفية الربولولي واستعين بالله ربي كرغار سفدو ولا تعجز هنفتن وإن أصابك شيء يوسف أندفن فلا تقل إنجين لو أني فعلت وصونا كان دلقي كان كذا وكذا أكهن نتامة إنجين ولكن أمو قدر الله وما شاء فعل جي رب ما أنك قدر ربي وانفد دلق جي فإن له وصونا كان جي أكنتي إنسن تفتح عمل الشيطان وسواس شيطان سبنتيجا رواه مسلم السابع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي ربي كجان وجبت النار جنني بدني مرفم تجان شهواتي واللبون ما فيتون ووجبت الجنة بالمكاره جنني ماس واللبون جبتون مرفم يجان متفق عليه وفي رواية لمسلم رواية مسلم كيست حفجت بدل جبت لا وهو بمعناه أنا ساتكم آية أي بينه وبينها هذا الجاز إبدا جدو دل خناجر أجتو فإذا فعله وقود دل خنا دلقي دخلها إبدا نمسينا يا الثامن سدتفن عن أبي عبد الله حذيفة بن يمان رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي وجني صلاة ذات ليلة فافتتح البقرة سورة البقرة جمريجي فقلت إفكيسا ننجيا يركع عند 100 وقواية ربقي ركوان جيجي ثم مضى لدبرجي فقلت أما سننجيا يصلي بها جميعا الرقودة يسيتين صلاة ديمان جيجي في ركعة كويسة فمضى لدبرجي فقلت أما سننجيجي يركع بأكملها إسي قوتر ركو ديمان جيجي ثم افتتح النساء سورة النساء جمريا فقرأها لكريا ثم افتتح آل عمران إيقنا على إبراهيم جمريا فقرأها لكريا يقرأ دوبني كرايا مترسلا سوتا دامباسي إذا مر بآية فيها تسبيح وقود آية تسبيح نخيس جرد فيه سبح ربي كل ليس يا وإذا مر بسؤال آية خدان كيس جرت تقول فيه سأل خدتايا وإذا مر بتعوذ وقود آية مغنفتي سخيس جرد فيه تعوذ مغنفتايا ثم ركع آية إيقنا نركويا فجعل يقول جتشو سيني سبحان ربي العظيم جتشو سيني فكان ركوعه ركوع نسانته نحو من قيامه أدري لابت سام ثم قال إيقنا نجي سمع الله لمن حمده أكنا جيا
ربنا لك الحمد أكن جيا. ثم قام قياما دابته طويلا شامبدين سديرا دابته قريبا مما ركع ركوع كرياتو ثم سجد إيقناني سجود فقال دوبني جي سبحان ربي الأعلى أكن جي فكان سجوده سجود نسانته قريبا من قيامه دابته كرياتو يا رواه مسلم آية التاسع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي يوجيني صلاة يجي ليلة أكن تكا فأطال القيامة دابتني ليري سيجي حتى هممت هنگا ياجوتي بأمر سوء أمري فقطو تكتي قيل وما هممت به مالي سياد جنين قال علمي مسؤول نجي هممت أن أجلس تاودا ياديجي وأدعه رسول الله كسي متفق عليه آية العاشر عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آية قال نبي ربي كجر يتبع الميت نمد وجلني دي ماجر ثلاثة واسديد دي ماجر أهله وماله وعمله ورساتي بيد ميغرتي وريساتي بيد دلقاسات دي ماجر فيرجع اثنان لمن دي بيا ويبقى واحد تقوى باجر يرجع أهله ورساني دي بيا وماله وريسان لين ويبقى عمله جيسا بيتشابيرا فان متفق عليه آية. على 11 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي كجان الجنة أقرب إلى أحدكم جنة تكو خيس للديو داجان من شراك نعله يعني سيخو بيسار والنار مثل ذلك يبدلنا كسما جنجي رواه البخاري آية. الثاني عشر عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم آية ومن آل صفة رضي الله ورما عنه قال برد نجد رسول أقل الراخنته قال أكجي كنت أبيت حبلون تويجي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وجين فآتيه رسول كدفون تيجي بوضوئه شان ساتين وحاجته وانا نتاج من فقال ونبي نجيجي صلي ميواني ربي سيخدو نتمدو جيجي فقلت دوبا نجينيا أسألك أتي ربنا خدجون سي مدان جينيا مرافقتك في شريخة خي الجنة جنة خيسا نقدو فقال نبي ربي رجان أو غير ذلك نبيرون كبدو ينان جيجي قلت هو ذاك فدين تيجتون مان جينيا قال نبي ربي كجيجي فأعني على نفسك أكسات لبوتي ترن ناغر غاري جيجي بكثرة السجود صلاة سنة الدمي سودان رواه مسلم آية. الثالث عشر عن أبي عبد الله ويقال أبي عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم آية. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقم ربي تندقيجا يقول أنجو. عليك بكثرة السجود يالمنما سجود الدمي سنسرت تاجرات توجا فإنك أتي. أن تسجد لله ربي يتين سجود دوجا سجدة سجود ستقل إلا رفعك الله بها درجة يا ربي سوبا سجود سنين درجاسي والفور ملي وحط عنك بها خطيئة ما سيا سرابو سملي رواه مسلم آية. الرابع عشر عن أبي سفيان عبد الله بن بشر الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقم ربي كجان خير الناس الرجال نما من طال عمره عمري سادة رتة وحسن عمله صبر يدي جنجي رواه الترمذي وقال حديث حسن آية. بسر جتون بضم الباء وبالسين المهملة آية الخامس عشر عن انس رضي الله عنه قال غاب عمي أدي رخية تقني فقاتي انس بن نضر رضي الله ندري عنه خنتي عن قتال بدر لولا بدري را فقال يا رسول الله يا ارقم ربي جيجي غبت دوبني فقاتي عن اول قتال قاتلت المشركين أولا لولا تمشركان لول تيراي لئن الله وشهدني يا ربي انكو نجيسي قتال المشركين مشركا ليرين الله ربي إنما ملسو دافتا جيجي ما أصنع واني نندلقو فلما كان يوم أحد يانو دقودته انكشف المسلمون إسلام نيجابيجان فقال دوبا نسكن نجي اللهم اعتذر يا ربي إليك يا نزري ستي مداجي مما صنع هؤلاء وانا نكون دلقنرا يعني أصحابه شريخ سافده وأبروا إليك لما خيتين كل مما واجي صنع هؤلاء وانا رمكن دلقرا يعني المشركين شريك فده ثم تقدم إيقنا فولدر الديمي فاستقبله إسافان دفجر سعد بن معاذ آية فقال يا سعد بن يا ساجد معاذ المواجين جيجو الجنة الجنة جنة ورب الكعبة الجنة أريد أن جنة فدا جيجو
ورب الكعبة ربي كعبات إتكاو الجنة مرادي جنني فريتوتي جنجتو إني أجد ريحها كاسيتين أركايا من دون عود وكنا ستي قال سعيد صادق جي فما استطعت يا رسول الله أنت بيرجم ربي وأنت دنيجي ما صنع وأنا ندلق سن قال أنس أنا سلمي مالك كجي ووجدنا به دوبي سن قريجي 89 ضربة بكسد بالسيف تميمي قتوا ليش سيفين دون أو طعنة برمح ورانا سغرتي ورانا أو رمية بسهم تيان دربة بكسد تمي هو قريجي ووجدناه دوبي سن قريجي قد قتل لغا خنا جيبامي ومثل به المشركون ليس جيجي وما عرف واحد نمتو كوايسن بينيجي إلا أخته بليتي ساتا كمالي ببنانه وبساتين كبيتيجي قال أنس أنا سلمي مالك كجي كنا نرى أيان نتانيجي أو نظن كاو الرينو أن هذه الآية آية كن نزلت به إذا غيث بوتي وفي أشباهه نما إذا فكاتو غيث بوتي من المؤمنين مؤمن الرا رجال صدقوا ورمتو قوم سيجرجا ما عاهدوا الله عليه ورب الرتادي قرن جيشو إلى آخرها قدو ما توفي متفق عليه آية قوله جيشي لا يرين الله جيشورا وهي بضم الياء وكسر الراء آية أي لا يظهرن الله ذلك للناس ربين دلقاتو ترى ماني كل ساعة جيشو وروي بفتحها لا فتتيز كرامي ومعناه ما ننسى ظاهرا ملة ربي إني أركاي شتا الله أعلم رب ما توقع بخاجن السادس عشر عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة أني صدقة دا جتو قم بوتي كنا نحامل على ظهورنا نيرت همالك غور تانيجا وجاء رجل قربان تكوني دفيا فتصدق بشيء كثير وقدو تكصدقتيا فقالوا من منافقان جن مراء ونسا نار كريف كنتيجن وجاء رجل آخر تقوم ما سن دفيجي فتصدق بساع سكتك صدقتيجي فقالوا أما سن جايا إن الله ربين لغني عن ساع هذا جنم چخنا را دري ساجن فنزلت نبوتي الذين يلمزون المتطوعين ورمين أي بيسو المتطوعين ورمار جوموتي من المؤمنين من الرا بالصدقات صدقا غيستي الذين لا يجدون أمالي ورمان أركني إلا جهدهم دنديتي ساني مالي ورن أركني ورأي بيسو عذاب علي ساني بجرا أجربين متفق عليه آية ونحامل بضم النون وبلاء المهملة أكسي كراني أن يحمل أحدنا كون كن ينباتا جيجو على ظهره جسارتي بالأجرة وجورا دان ويتصدق بها وجورا سن صدقتا جيجو السابع عشر آية مات ما كبدو آية ماليت آية السابع عشر آية عن سعيد بن عبد العزيز الربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جد بن جنادة رضي الله عنه آية عن النبي صلى الله عليه وسلم آية فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي كلكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البار يا عبادي إنما أعمالكم صيالكم ثم أوفيكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه
قال سعيد قال أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جسى على ركبتيه رواه مسلم وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث وسوكنا خجوته نجنة جلبرة بوين جنة لأن البير قال لي يبرك على ركبتيه جلبان بوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال مالجن فلا يبرك كما جنجتو والكاف كافتين هنا بكتنتي للتشبيه دبيتك فكيسو تيسي وبين العبارتين فرق دبي لمن جدو غراغر ما جرى لالي فإذا عرفنا وقول بيني أن مدلول قوله واني جيتش رسول الله كجيلجو فلا يبرك كما يبرك البير جيتشو أي لا يقدم يديه حركسان دورسين فينزل مقدمه درسا خبوسو قبل مؤخره دوبا ساعتين دورا جيتشو ولأن النزول في السجود بالركبتين جلباني هو الوضع الطبيعي ولأن النزول قبو ينسي سجود خيس الجلبان والوضع الطبيعي بؤي ستبيع جنين خيس ما تبيع ربي الرخاء جنيني أما قالوا تنتنون در ريبنيتما زائر مديسة ريو يعني أكا قال لي بوتين بويني أركا على فخايو درجي خلما قبل نرتما أركام بنا ففي الودي الطبيعي ودي طبيعة خيست أول ما ينزل إلى الأرض نمي توكو دروا نقود دچبو هو ما يلي الأرض واني دچ دربو وان دچ آناتي وهو الركبة جلبات دچ آنا درا ثم اليد حركات آنا ثم الجبهة والأنف أدى في فنياني تانا دا ودي طبيعة ولا لما ودي دچ دروا غتانا جلبة حركات آنا أدى تانا فنياني تانا دا أما كني دي مبيغي جلبان دربواني دا خانون دوني خا لفدير تنو في مال تجيرا غير مدي سر رياو نبر باچسا اجيچو مقلوبي والقلب يكون تارة في الإسناد جزء غري سند خيستات وتارة في المتن متن خيستات وتارة يكون في المتن والإسناد لچو خيستات فالإسناد إسناني كأيبدل راويا قلبي الإسناد كأيبدل راويا راوي تكو جيجيرو إذا كان بينهما وقو جدو راوي لمينيت تقاربا في اللفظ ولد ياتين سلفزي خيست جيجو كأيبدل عاصم الأهول عاصم الأولي بواصل الأحدب واصل الأحدب جيجير توصفكات لتقاربهما ولد ياتشو سانيتيف في اللفظ والسمع لقيتي خيستيس مع اختلافهما ولد وساني توجينا مو أو يبدل يا ابن بكير يا ابن بكيريتي يا ابن أبي بكير يا ابن أبي بكير جيجيرتي وكلاهما من الرواة لكيوت والرديس وديس فالأول هو يا ابن عبد الله بن بكير يا ابن عبد الله بن بكير يعني يروي عنه البخاري تراكره فيقول نجا بخاري نقول راكره حدثنا يا ابن بكير أكنجا وأما الثاني فروى عنه ابن أبي شيبة ابن شيبة أبو بكر ابن شيبة شيخ بخاري راكره وغيره خبيروت راكره وهو من رجال السيئين شيخوتي سيئينيت فإبدال راوي براوي راوي تكو جيجيرون يسمى قلبي جامع يامم يقال إن قلب هذا الحديث على فلان إن قلب هذا الحديث على فلان جل حديث أنا أبلو رجال جل فجعله عن شيخه فلانا شيخ سأبلو رجال جل وقد أخطأ يقادو غوريلا لهنو وأنواع القلب أجرب الله أنكم هنا غير لا قال وقال ابن المبارك لا بأس يناول بعضهم بعضا نبي تكو غري إنساني غري هو آخر نمان كبوجي ولا من هذه المائدة إلى مائدة أخرى أماس مائدات أنا راغم مائدات أنا يو أفولا نمان كبوجي لما بدينا أسر جروفارا خطة قرية ثاني الرخيص ورما خانيف درا دومنان نمان كبوجي تو amma ga dorka magarte tarimati dorku mata ziyafata jechu amma sun bismillah da bana bismillah takao
أما خوني وأنا قولي تانا جرفوني قولي تانا رخاوفا حديث التبداتا حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع مالك يقول ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخينا سبين تقول رسول يا مجر من سنه وقال ناس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قال انس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدب الدباء من اول الصفحات ولم يزال يحب الدماء من يومه وقال ثم امته على ناس فجعلت اجمع الدباء بين يديه باب القصاء بالرطب أشيت تمرا دباء جوري كبني ياچو حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد النبي ان عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنهما قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الرطب بالقساء باب حدثنا مسدد بن زيد عن عباس الجريري نبي عثمان قال تديفت ابا هريره سبعا التربان كيس مرة عيا فكان هو وامراته لك يا تربا كيس ما نبولي يا تربا بريرا فكان هو وامراته سبع من الليالي قدا فكان دوبني تيا هو إنني بي وامراته يارتينسا خادم نساء يعتكفون الليل ثلاثا حول تري فتن الكمبة كسدبا فتني لا زافر فريت يصلي هذا ثم يوقظ هذا خل صلاتي خنا خاصة وسميته يقول دوبا بريرا جون دقيا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة تكوكوي دودا أجي حدثنا مولى سبا حدثنا اسماعيل بن زكريا أنا عاصم النبي عثمان النبي هريرة رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا فأصابني منه خمس 4 تمرات أفر وهشفة تمر أفري في غوغوي دو تكان كنا ميرا ثم رأيت الهشفة هي أشد لدرسي دوبه غسي غوغوي دوسن الرجب دو تمر سني الكيتي يافتون أركي نمني بيلي وانجب دو فدابير باب الرطب والتمر قول الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وقال محمد بن سفيان أما سئل من سعيد الدنيا من عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شفينا من الأسودين التمر والماء أدزنا سيد بن أبي مريم أدزنا أبو حسن قال أدزني أبو عازم بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان بالمدينة يهودي وكان يصرفني في تمر إلى الجداد وكان لجابر رضي الله التي بطريق روما فجلست فخلا من فجان اليهودي عند الجداد ولم اجد من اشياء فجعلت استنظر الى قابل فيابى فاخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي اصحابي امشوا استنظر لجابر من اليهود فجاءوني في نخلي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول بالقاسم لا انذره فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم طاف في النخل ثم جاء فقلبه فابى فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فاكل ثم قال أين أريشك يا جابر فأخبرته فقال افرش لي فيه ففرجته فدخل فركض ثم سيقظ فجئته بقبضة أخرى فأكل من ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه فقام في الرتاب في النخل الثانية ثم قال يا جابر جد وقدي فوقف في الجداد فجددت منها ما قضيته وفضل منه فخرجت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال أشهد أني رسول الله عرش وعريش بناء عريش بناء جارمية وقال ابن عباس معروشات ما يعرش من الكروم ولا فرس راجت نبرة وخير ذلك يقال أروشها أبنيتها لا بس يجتو قال محمد سبحانه قال أبو جعفر قال محمد إسماعيل فخلا ليس أنت مقيدا فخلا حديث خيس جرسون نبيل الدبة ما متيجي جائز ما وجدت ما كبو ثم قال إيجانا نجي أماس محمد بن إسماعيل فجلا ليس فيه شك كيسة تنتانجي نقول له يتجيشو فجلا وفي نسخة العيني نخلا جاء فجلا نخلا بالنون والخاء المجمع ولعله الذي ليس فيه شك أما جلال شاكين كيسة تنجرو أمو فخلاصني نبيلا تولي كما منجرو وجي أما كما نسا ألفا باتي جوابر لالو ريفتي بودان تيرا إيه شكفتي مثلا مقيد آية
باب أكل الجمار. برو نياتشو. حدثنا ابن الناس بن خالد بيد الله مشو قال حدثني مجاهد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بيننا وانت النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذ يؤتي بجمار نخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم فظننت أنه يعني النخلة فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم النخلة باب العجوة. حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا مروان أخبرنا هاشم وهاشم أخبرنا عامر وسعد النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبع كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضر في ذلك اليوم ثم ولا سير. باب القران في التمر. حدثنا شمتنا جمل سيمين قال صاحبنا مسلة ما بن زبير فرزقنا تمرا فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن ناكل ويقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عن القران ثم يقول لا يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة الإذن من قول ابن عمر. باب الكساء. حدثني اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد النبي قال سمعت عبد الله بن جعفر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الرطب بالكساء. باب بركه النخل. حدثنا ابو نعيم حدثنا محمد ثلاثه عن زيد عن مجاهد قال سمعت ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال من الشجر شجره تكون مثل المسلم وهي النخله. باب جمع اللونين. السلام عليكم بچون أو الطعامين بمرة بيانتي يزنياتو نجرا ونجرو. حدثنا ابن قاسم أخبرنا عبد الله أخبرنا إبراهيم بن سعد النبي عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالكساء. باب من دخل ديفانا نما خيسم مانك عشرة والجلوس ولا الطعام عشرة. حدثنا السلط بن محمد حدثنا محمد زيد عن الجعد بن ابي عثمان عن انس وعن هشام عن محمد النس وعن سنان بن ابي ربيعه النس انه مسلم امه امدت الى مد من شعير جسته خن داي تججو وجعلت منه خطيفة. دوبا راغوت خطيفاتك خطيفة ججون شورو ججو وعسرتك تنندا الرجم في تجن شقتي زبير جرت. ثم بعثتني الى النبي صلى الله عليه وسلم فاتيته وهو في اصابي فدعوته فقال ومن معي دوبا رسولي وهو في اصابي قال اين يحجو قال النبي نجي ومن معي انما ناجي فجئت أما لم نأجلس دفوق بعد برمانان. فجئت فقلت إنه يقول ومن معي فخرج لي أبو ثلاثة قال يا رسول إنما هو شيء صنعته مسلم فدخل فجيء بي وقال أدخل لي عشرة. نمن أجل رسول جاء جنان أبو طلال تلك. فأدخلوا فأكلوا والتاشب ثم قال أدخل لي عشرة فأدخلوا فأكلوا والتاشب ثم قال أدخل لي عشرة حتى أدى 40 ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فجعلت أنظر هل لك منه شيء باء ما يقرأ من الصوم والبقول فيه يعني ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حدثنا عبد الوارث بن عبد العزيز قال قيل ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصوم فقال من اكل فلا يقربن مسجدنا. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابو صفوان عبد الله بن مسعود اخبرنا يونس بن شهاب قال حدثني ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل صوما او بصلا فليعتزلنا او فليعتزل مسجدنا. باب الكباس بابا خلا كباسة تنودبتني وهو ورق الأراك. التواني تبيرا قرتي عادي لا هي عادي لا يجو. حدثنا سيد بن فهد حدثنا ابن وهب أي يونس بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الزهران نجني الكباسة فقال لكم ودي فإن فقال أكنت ترى الخنم قال وهل من نبي الله رآها. باب المدمدة بعد الطعام. حدثنا علي بن سفيان سمعت ابن سيد بن بشير بن سالم السويد بن نعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما كنا في الصحابة إذا بطعام فما أوتي إلا بسويق فأكلنا فكمل صلاة فمدمد ومدمدنا. قال يا سميت بشير يقول لنا سيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما كنا بالسابع قال يا وهي من خيبر على روحة أبنا قويات كارجت جلسينا ذابت آمين فما أوتي إلا بسويق فلقناه فأكلنا معه ثم تاب بماء ومدمدنا معه ثم صلى من المغرب ولم يتودع. وقال سفيان نجي علي علم مدينة كأنك تسمعه أكوان حديث رجيسيتي جين يا ربي خير واسطة أنا موسين جد جري أكاد جيني جان أما يا كوني بيخي شيخ سفياني أكوان حديث يا ربي واسطة عمل رجيسيتي جيني جان سفيان سان جد جرا شيخ صادق شيخ علي جيتي بر سفيان
مالي كجلتي سيد باسي دبانان سنة غيثة تندبنا سفيان حدثنا سفيان سميت يا ابن سيد النبي يا سنة هنا يا يومات ولي يا لكن علي هنا علي بن عبد الله سنة سفيان داكري حدثنا علي بن عبد الله المديني بر باب الاكل اصابي ومسيا قبل ان ان تمسح بالمنديل وصلنا الربي فر علي نجي حدثنا علي بن عبد الله بن انا امر بن دينان انا تاين بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فلا يمسح يده حتى يراك او يلقيك باب المنديل حدثنا ابراهيم بن زين قال حدثني امام بن فلين قال حدثني بي سيد مارس بن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه سالوا للوضوء مما مست النار فقال لا قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام نياتا كسي خفي لم خنر كن تاني ده إلا قليلا فإذا نحن وجدنا لم يكن لنا ملاد إلا كفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتودع ما يقول إذا فرغ من طعامه حدثنا أبو نعمة سفيان الأنصاري الخالد بن معدان أنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا في خير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا حدثنا أبو عاصم أنصاري بن يزيد خالد بن معدان أنبي محمد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه وقال مرة إذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا خير مكفي ولا مكفور وقال مرة الحمد لله ربنا خير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ربنا باب الأكل مع الخادم حدثنا نفس بن حدثنا شعبة محمد وابن زياد قال سمعت أبا هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم خادم بطعامه فإن لم يجلسوا معه فليناول أكلة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه باب الطعام الشاكر طعام الشاكر نمنياتو خربي غلط نمنياتو خربي غلط غلط مثل الصائم الصابر أكنما صوم من خوف ساته فيه عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم باب الرجل يدعى إلى طعام دوب نمنياتا يامامي فيقول هذا مئي أنا أسنا وجي يامجو وقال أنس إذا دخلت على مسلم لا يتهم دوب قوس أنت مسلما شك من الرا دين ساخي سكن شك من فقل من طعامي واشرب من شرابه ما كبنيات بيجي جندوبا حدثنا عبد الله بن ابي الاسود حدثنا ابو سبت حدثنا الأعمش حدثنا شاكر حدثنا مسعود الانصاري قال كان رجل من النساء يكنى ابا شعيب وكان له غلام لهام فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اصحابه فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الى غلامه اللهام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة لعلي ادعو النبي صلى الله عليه وسلم خمسة فصنع له طعيما ثم اتاه فتبعه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا شعيب ان رجلا تبنا فان شئت اذنت له وان شئت تركته قال قال لا بل اذنت له باب اذا حضر العشاء فلا يؤجل عن عشائه ذنب لمن اخبرنا شؤون الزهري وقال ليس تزني يونس بن شهاب قال اخبرني جابر بن عمرو بن اميه ان اباه عمرو بن اميه اخبره انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتز من كتف شاة في يده فدي للصلاة فألقى والسكين التي كان يهتز بها ثم قام فصلى ولم يتودع حدثنا مولى سيدنا وابن أن أيوب أن أبي كلاب بن مالك رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا ودي العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء وعن أيوب النافع عن النور النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أي نتيل ما مرقرايا وعن أيوب النافع عن ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام حدثنا مولى حدثنا سفيان بن هشام روى النبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء قال ويا ابن سعيد عن هشام إذا ودع العشاء باب قول الله تعالى فإذا أتمتم فانتشروا حدثني عبد الله بن محمد يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن سالم بن شهاب أن أنس قال أنا أعلم الناس بالإجابة كانوا أبي بن كعب يسألوني أن أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوسا في زينب بنت جحش وكان تزوج بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت ما طبل خباب جلت أجل ثم ظن أنهم خرجوا فرجعت معه فإذا هم جلوس مكان فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب جلت أجل فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينه وستر وانزل الله إجاب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحقيقة باب تسمية المولود خداة يولد جولي كانوا ما يندل تسمى كايامو لمن لم يعق عنه مرة كان كونه وتهنيكه قصوا دنكيو يوكي كان راغو تيجي تربفا مكابا افتجيت حدثني إسحاق بن نصر بن أبو سمة قال حدثني بريد عن أبي بردة نبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فأنه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه وكان أكبر ولد به موسى
حدثنا مسدد يا عن هشام بن نبي عائشة رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي يهنق فبال عليه فأتبعه الماء. حدثنا عيسى بن بن حدثنا أبو سعود حدثنا هشام بن عروة نبينا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة. قالت فخرجت أنا متم فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء ثم أتيت برسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت في هجري ثم أتى بتمر فمدخا ثم تفل فيه فكان أول شيء دخل جوف ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقوا بالتمر ثم دعوا فبرك لي وكان أول مولود ولد في الإسلام ففرحوا به فرحا شديدا لأنه قيل له إن الجود كسارتكم فلا يولد لكم. حدثنا مثل الفتل حدثنا ابن هارون أخبرنا عبد الله بن عون أنس بن سيرين أنس مالك رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض السيف فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت مسلم هو أسكن ما كان فقربت إليه شاة فتعشى ثم سامنا فلما فرخ قالت وارث السبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال الرسول ليس قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما قال لي أبو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه تمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذ من فيه فجعلها في السبي وأنكه به وسمى عبد الله. حدثنا بن سناد حدثنا ابن أبي دجن بن محمد بن أنس وساق الحديث ساق الحديث محمد قول درس أنس باب ما تتلقى عن السبي في العقيقة. حدثنا ابن نمر حدثنا محمد زين أيوب عن محمد عن سلمان بن عامر قال ما الغلام عقيقة وقال جادنا محمد أخبرنا أيوب وقتادة وهشام وابي وابن سيرين عن سلمان النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير واحد عن عاصم وهشام عن نفسة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الدبي النبي صلى الله عليه وسلم ورواه يزيد بن إبراهيم بن سيرين عن سلمان قوله سلمان الراجي جزام وقوله يجو قوله سلمان مدفده. وقال أسبق أخبرني ابن وهب عن جرير بن عازم عن أيوب السختاني محمد بن سيرين حدثنا سلمان بن عامر الدبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام يكيد فارق ودم واميت لذات عبد الله بن ابي اسود خرج من النبي بن شاهد قال امرني ابن سيرين انا اسال الحسن ممن سمع حديث الحقيقه فسالته فقال من سمره سمعت من سمره المجد برندك باب الفرع. حدثنا عبد الله أخبرنا مولى بن الزهري بن مسيب بن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا أتير والفرع على سبيل الوجوب ينان قرا واجب النار التفري أتيران سنجرتو يخلص النار التاتمل ينان والفرع أول النتاج كانوا يسبقون لتواقيت والأتيرة في رجل باب الأتيرة. حدثنا ابن عبد الله بن سفيان قال زري حدثنا سيد بن مسيب بن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا أتيرة قال والفرع أول نتاج قال يحتج لهم كانوا يسبقون لتواقيت والأتيرة في رجب. ربي يوجهل تنيجي لما ما كابو بيخ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم إلى قول عذاب وقوله جل ذكره إلا لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلى قوله فلا تخشوهم واخشوني. وقال ابن عباس العهود جتشو رجي ما أهل وحرم إلا ما يتلى عليكم العقود جتشون الهود آدي ربين قري لا خنو وانا رام قرين وانا لال قرين جيجو إلا ما يتلى عليكم الخنزير نجرمنكم ما ود فسري بيق ود فسري ما هو إلا ورمان الناس وانت كلال قرمت ورام قرمت إلا ما يتلى عليكم وانا سير كلام ملي ثم لخنو خنزير فادا يجرمنكم يحملنكم سنكاس يجو شنان عداوة المنخنقة تخنق فتموت الموقوذة تضرب بالخشب يوقظها خيسي لفدر بو فتموت صوباس كدو تجو والمتردية تردد من الجبل والناتية تنتهي الشاة فما أدركته يتحرك بذنبه ونمو إساء يجيس الصوص ركب أو بعينه فاسبح قلي وقل حدثنا أبو حدثنا زكريا من النتيب بن عاتب رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم سيد المعراض قال ما ساب بيده فقل وما ساب بيده فهو وكيل. وسألت سيد الكلب فقال ما ساب عليك فقل إن أخذ الكلب زكاة وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا خير فخشيت أن يكون خزما وقد قتله فلا تأكل فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره.
عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس. قال أبو عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. قالوا إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام. باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين. حدثنا بندر محمد بن بشار حدثنا محمد بن أبي عدي قال أنبأنا إسماعيل بن مسلم عن حسن عن سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وأنس بن مالك. قال أبو عيسى وحديث سمرة حديث حسن قريب والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام. وروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود دوبا نقول صلاة جن القمة بأسود فقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم المكي من قبل حفظه. باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء. حدثنا إسحاق الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلنصلي لكم سنين صلاة خاجين جيتو. قال أنس فقمت إلى حسير لنا حديث ود من طول ما لبس فنضحته بالماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت عليه واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما. وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده. قالوا إن السبي لم تكن له صلاة. سبي مجان سلاني سابنتان سلفين كبو جللا. وكأن أنس كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نبي بودان خباج روتيا. وليس الأمر على ما ذهبوا إليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام مع اليتيم خلفه. فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليتيم صلاة. نبي يتامى صلاة قرباته. لما أقام اليتيم معه. يتامى يساوجين اندابو جن. ولا أقام عن يمينه. من قساتين سندابو سلاني جولين يسابا ما جيجو. وقد روي عن موسى بن أنس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه. وفي هذا الحديث دلالة أنه إنما صلى تطوعا. إنما صلى نبي كصلاة سنة صلاة بجيجو. أراد إدخال البركة عليه. برخان والرسول لنقو فدي سنين صلاة خاجي مدي صلاة واجبات مثلا. باب ما جاء من أحق بالإمامة. إمام متكا ينجو إمام محكا وانجو. حدثنا حناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أنس بن دمعج قال سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس عليه تكريمته في بيته إلا بإذنه. قال محمود بن غيلان قال ابن نمير في حديثه أقدمهم سنا. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي سعيد وأنس بن مالك ومالك بن الحويرث وعمرو بن سلمة. قال أبو عيسى وحديث أبي مسعود حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا أحق الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة. وقالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة. وقال بعضهم إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به. وكرهه بعضهم وقالوا السنة أن يصلي صاحب البيت. أما منا صلاة كباجا. قال أحمد بن حنبل وقول النبي صلى الله عليه وسلم
ولا يقوم الرجل بسلطانه ولا يجلس عن تكريمته في بيته إلا فإذا أذن أقول أنا مجي أبا فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل إذنين شوف خيستي لا لا هنا ولم ير به بأسا إذا أذن أن يصلي به. نمني أبا منانا متى كنا صلاتي وجي ونجي بني مال تجري المغرب أجيب جرابر هنا إلا بإذنين شوف خيست سنتيجو مسجد ساتو أبا منا ساتو لا لا باب ما جاء إذا أقول قال إمام أنتوا باب ما جاء إذا أما أحدكم الناس فليخفف. نمي تقولون من صلاة وكباب سوان جوا. حدثنا قتيبة حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. قال أبو عيسى وفي الباب عن عدي بن حاتم وأنس وجابر بن سمرة ومالك بن عبد الله وبه واقد وعثمان بن العاص وابي مسعود وعن عبد الله بن عباس. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم يختار ويؤتي الله يؤتي الإمام الصلاة مخافة مشقة على الضعيف والكبير والمريض. لكن كي صدار أفضيفا بنا مقدى بنا بيان قبل الرد. قال أبو عيسى وأبو الزناد اسمه عبد الله بن زكوان ولا رجوه عبد الرحمن بن هرمز المديني كنا أبا داود ولياس أبا داود جنين. حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ربي نته صلاة في تمام الرقباب صلاة لا قوتو من أوجين أرما كسي قباب سني قوتا جان. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح واسم أبي عوانة والدا جنين. قال أبو عيسى سألت قتيبة قلت أبو عوانة ما اسمه؟ قال جيغا فنان وداين أنجي قلت ابن من؟ المين يتينا قال لا أدري أنا بيخو جيجي كان عبدا إمرأة بالبصرة قبر چنترات كابي بصرات وداي ملي المابلوتي أنا بيخو جيجي سلما قادي سبري أغسي شكوتي وراتي ساتي جيجو آيا تدابنا